فالرواية من طريق أبي سعيد الخدري، وهي من رواية أبي السائب قال أنه كان في بيت أبي سعيد، يعني أبي السائب على اعتبار الحذف عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة، أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فوجدته يصلي بقول فجلست أنتظر بقول وأنا بنتظر سمعت بقى اللي احنا بنسميها التحريك أو الخرفشة، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، العراجين بتاعت النخيل المحطوطة في ركن أو في زاوية من البيت، سمعت كده فيها حركة، فيعني اللي احنا بنسميها شوف ايه اللي بيحصل هناك كده، يقول لك ايه صوت دربكة، صوت يعني عجيب. فبقول انا قاعد انتظر، قلت ابص اشوف ايه دي، فرأيت حية، لقيت تعبان، فقمت إليه حتى أقتله، فأشار إلي وهو في الصلاة يعني اجلس تعملش حاجة. قال حتى إذا انتهى من صلاته، طبعا ده متعجب بيسأله انت قعدتني ليه، ده حية، ده تعبان واحنا مأمورين بقتله في الحل والحرم، أنا عايز أقتله. فقال له اقعد عشان أعرفك، أترى هذا البيت، شايف البيت اللي جنب ده؟ قال له شايفه. قال له كان في شاب من الأنصار معرس جديد، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الخندق، استأذن انه يرجع يروح للزوجة بتاعته لأنه لسه متجوز، لسه داخل عريس جديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، خذ سلاحك معاك لأنني خايف عليك من يهود بني قريظة. ليه؟ لأنهم نقضوا العهد، فممكن وانت راجع خلاص يكونوا مستخبين لك في أي مكان، مختبئين، عاملين لك كمين يقتلوك وانت راجع. لا، خلي معاك السلاح، هم جبناء ويخافوا. فكان بياخذ معي السلاح. ففي يوم هو مستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وراجع البيت، لما وصل البيت لقى زوجته قاعدة على الباب. طبعا الغيرة عند العرب وعند الإسلاميين خاصة، فلابد يتخذ موقفا. المهم هو لقاها جلسة بين البيت، يعني بين اللي احنا بنقول عليهم ضفتي الباب، قاعدة. طبعا يراها الذاهب والآيب، اللي معدي واللي رايح واللي جاي يراها. طبعا هي طبعا محتشمة كل حاجة، لكن بقى فيه غايرة عند العرب المسلمين. فهي لما قاعدة كده وراجع لها قاعدة كده، الله ده انت قاعدة تبص على الناس والناس تبص عليك، خدته الغيرة فصوب رمحه إليها، قام على طول عايز يديها بالرمح. قالت له اكفف عليك رمحك، اكفف، لم الرمح رجعه وادخل حتى ترى ما الذي أخرجني، أنا في ضرورة أخرجتني، أنا مش خارجة أتفرج على الناس، ده في سبب. فدخل فنظر فإذا حي على سريره، في تعبان ضخم على السرير بتاعه، فصوب إليها رمحه ثم انتظمها، اداها بالرمح، خلاص خرت. جه هو خارج بقى بعد ما ضربها اهو، قام مركز الرمح في الدار، ظن ان هي اتقتلت خلاص، فاضطربت عليه بعد ما ظن هي ماتت، وقام حاطط الرمح، قامت قايمه اضطربت عليه، فلا يدرى ايهما اسرع موتا، هو ام هي، هو ولا الثعبان، الاثنين قاموا ميتين نازلين مع بعض. قال فذهبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرناه الخبر، وقلنا يا رسول الله ادعوا الله واحيه لنا. قال استغفروا لأخيكم فإن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا دخل أحدكم داره أي ورآها فليحرج، وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا
فحرجوا عليه 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. ثم قال اذهبوا فادفنوا صاحبكم، اذهبوا فادفنوا صاحبكم. يبقى ايه اللي خدناه هنا؟ النبي قال لهم إن لهذه البيوت عوامر، وبعدين فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه 3. لما تلاقوا حاجة منها حرجوا عليه، يعني اقسموا عليه، حلفوه، نبهوه، حذروه 3. وبعدين وإلا فاقتلوه فإنه كافر. بعد ما تحرج عليه 3 ترى هل المقصود 3 مرات ولا المقصود 3 أيام؟ إن ما خرجش خلاص يبقى كافر. فاقتلوه، خلي بالك جدا، مش عايزك تاخد كلامي عاطفي، لا، لازم تشغل فيه دماغك جدا، وإلا فإنه شيطان فاقتلوه. يعني إن كان هو جني متمثل بشكل حية أنت خلاص أعذرت لما اديت له القسم أو حرجت عليه 3 مرات في 3 أيام، خلاص يبقى كده استوفى. إن اتوجد ثاني وكان شيطان يبقى ظالم ومؤذي لأنك صبرت عليه ونبهته. في الحالة دي اقتله، ولن يكون له عليك سبيل، ولن يخلص إليك، لأنه هو اللي ظالم وهو اللي معتدي، وقد خاب من افترى. ما يبقى زي ده الصحابي هو اللي دخل قتل وما حرش عليها وما أقسم عليها. في الحالة هنا لا، أنت أعذرت، ولذلك ما يقدرش يعمل لك أي شيء بعد كده، ويبقى مجرد شيطان كافر لأنه ما استجابش. وما تقتله هو ظالم وكافر، شيطان كافر، لقول النبي وإلا فاقتلوه فإنه كافر. أو يبقى مجرد حية عادية، مجرد حية عادية من حياة البيوت اللي بتخرج وتمشي،